أكد مدرب المنتخب النيجيري إريك شيل أن المنتخب المغربي بلغ نهائي كأس إفريقيا 2025 عن جدارة واستحقاق، عقب تفوقه في مباراة نصف النهائي على منتخب النسور الخضراء عبر ضربات الترجيح بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي احتضنه مساء الأربعاء مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وأوضح شيل خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة أن الإقصاء بضربات الترجيح يبقى من أصعب السيناريوهات في كرة القدم، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تقبل النتيجة ومواصلة العمل استعدادا للاستحقاقات المقبلة، قائلا: الهزيمة بركلات الترجيح مؤلمة، لكن علينا التعلم منها والتطلع إلى الأمام. وأضاف مدرب نيجيريا أن فريقه دخل المباراة بمعنويات مرتفعة وإدراك كامل بصعوبة المهمة أمام منتخب مغربي قوي ومنظم، مشيرا إلى أن اللقاء اتسم بندية كبيرة وتنافس حاد بين الطرفين، خصوصا خلال فترات طويلة من المباراة. واعترف شيل بأن منتخب بلاده أضاع عدة فرص محققة للتسجيل، كما عانى اللاعبون من الإرهاق خلال الدقائق الأخيرة، وهو ما أثر على المردود البدني في اللحظات الحاسمة من المواجهة. كما أشار إلى أن لاعبي المنتخب المغربي فرضوا ضغطا عاليا ومتواصلا على دفاع نيجيريا، موضحا أن الطاقم التقني استعد جيدا لسيناريو ضربات الترجيح، وأن اختيار المنفذين تم بناء على جاهزيتهم وثقتهم في النفس. وعلى الرغم من خيبة الإقصاء، عبر شيل عن فخره الكبير بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال البطولة، مؤكدا أن التركيز سيتحول الآن إلى مباراة الترتيب أمام المنتخب المصري من أجل إنهاء المنافسة بصورة مشرفة. من جهة أخرى، هنأ مدرب المنتخب النيجيري المملكة المغربية على التنظيم المحكم والاستثنائي لكأس إفريقيا 2025، مشيدا بالبنية التحتية، جودة الملاعب وحسن الاستقبال التي ساهمت في إنجاح هذه النسخة القارية. وفي ختام تصريحاته، عبر إريك شيل عن اعتزازه بالأداء الذي بصم عليه المدربون الأفارقة خلال هذه البطولة، مؤكدا أن بلوغ عدد منهم دور نصف النهائي يعكس تطور كرة القدم في القارة، مضيفا: أنا سعيد بما حققه وليد الركراكي، فهذا نجاح يحسب للقارة الإفريقية ككل. لقد كانت نسخة رائعة من كأس إفريقيا للأمم.